بسم الله، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لايك بقى وشير وسبسكرايب لأكلة في مطبخي. النهارده بقى معانا وصفة جميلة، كعب الغزال او المنين بالعجوة، من الوصفات المغذية جدا للأطفال والمفيدة، وطبعا بتعمليها في البيت اوفر بكتير ما بتشتريها من بره، طعمها حلو قوي. معانا بقى المقادير. اول حاجة حطينا باكو خميرة او معلقة كبيرة خميرة فورية على حبة مية كده وسيبناها على جنب. معانا كيلو دقيق، حطيت له معلقة سكر ومعلقتين كبار سمسم. عندي هنا كوبايتين، كوباية ونص سمنة، وكملت، يعني هما كوبايتين، كوباية ونص سمنة ونص كوباية زيت. هروح افككهم على النار. وحطيت طبعا ملح للدقيق اهو، معلقة صغيرة خالص. وهقلب الحاجات الجافة دي كلها مع بعضها. هروح بقى على النار وافكك السمنة بتاعتي بسيط، مش بسخنها انا، بس بفككها بسيط خالص يعني، عشان بس ايه، مش بقدحها كده، لا. وهنزل بيها بقى على الدقيق. بصوا، هبس بقى كويس. اهم حاجة في القراقيش، في الكحك، في المنين، في الحاجات دي كلها، مرحلة البس دي، انك تشربي الدقيق كله السمنة. وممكن تبدلي السمنة عادي بزيت، او كوباية سمنة وكوباية زيت. انا عاملة كوباية ونص سمنة ونص كوباية زيت. بصي، هبس كويس اهو. همسك بقى بايدي الاتنين اهو، افركها عليهم كده بالراحة اهو. اهم حاجة المرحلة دي، هو الكحك المرحلة دي، او المنين او القريش، اي حاجة في الحاجات دي كلها لازم تعملي المرحلة دي كويس قوي اهو. بعيد عليه كمان مرة عشان اضمن ان هو بس كويس والسمنة كلها دخلته. هكون محضرة جنبي كوبايتين، يا اما لبن بس يا اما مية. انا عاملة كوباية لبن وكوباية مية، ممكن كنت اعمل لبن بس او مية بس، فانا عاملة ايه، واحدة وواحدة. فانتي المتاح ايه معاكي، يعني المتاح عندك، مفيش حاجة ايه توقفك يعني. اهو خلصت. بس العجينة زي الخميرة زي ما انتوا شايفين اهي، ارتفعت معايا برضو. هبدأ انزل بيها بقى، وحطيت عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهقلبها كويس كده، وهاجي نازلة بيها. وهنزل بكوباية اللبن، وهلم العجين كده وهشوفه. هو بصوا حسب احتياج الدقيق، يعني تحطي حاجتك بالراحة. هو خد معايا الصراحة كوبايتين، بس انتي تحطي كوباية، بعد كده الكوباية التانية تحطي نص بنص. انا شايفاه في ايدي ان هو عايز، فهحط له الاتنين. بصوا الكحك مش بيتعجن، انا بس بحط له المادة السائلة بتاعتي وبلمه بيها، بخليها تختفي منه بس. لكن لو عجنتيه هينشف منك وهيبقى زي العجين، لكن هو مش بيتعجن المنين او الكحك برضو. بصوا انا حطيت الكوبايتين. بصوا انا مش بعجن، هو انا بشرب وبس. ساعة ما اللبن او المية يختفوا منه خلاص كده هلمه اهو زي ما انتم شايفين. نضفي البلاستيك اهو، ما شاء الله معايا ما بياخدش كام، يعني 5 دقايق بالكتير. بصوا اهي مش بتشقق معايا كده خلاص، هي مش محتاجة مية ولا محتاجة اي حاجة خالص. كل ما تعمليها وتلاقيها بتشقق يبقى هي محتاجة. تحطي كوباية وكده نص كوباية، وكملي بقى ايه حسب ما الدقيق بتاعك في ايدك عامل ازاي. بصوا انتي، انا معايا هنا عجوة اللي هي العادية خالص، اللي بيبقى فيها النوى بتاعها. ممكن تستبدليها بالعجوة المنسولة دي، بتجيبها من السوبر ماركت او محل جنبك، بس انا مش متوفرة عندي الصراحة، فاستخدمت دي جميلة قوي. وحطيت عليها معلقتين سمنة كده. وبصوا هعجنها كويس قوي بايدي. هو ده بتاعي ده. وزي ما انتم ماما، شايفين هو ده بقت بتاعي. بقت طرية جدا معايا اهي. هجيب كيس بلاستيك وهاخد حتة وافردها، وهحط كيس فوقيها. شايفين يعني العجوة بقت طرية زي العجوة اللي بنشتريها جاهزة، بس انا كمان بفضل دي، انا بستخدمها في الحلويات كلها. يعني مش بجيب التانية، مش متوفرة جنبي الصراحة، ومتعودة ان استخدم دي. بعملها بسمنة كده على ايدي، بتبقى جميلة جدا وبيبقى لونها حلو.
وطرية وطعمها حلو قوي. فردتها بصوا خالص، يعني تفرديها خالص كده عشان تبقى سمكها رفيع خالص معاكي. اهو الموضوع سهل، ما تخافيش خالص. اهو عبال ما حضرت العجوة، ما بسيبش العجين يخمر معايا. عبال ما بحضر العجوة 5 دقايق كده هبدأ بقى اهو، هبدأ اشكل فيه. هفرد كده العجينة خالص. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة اهي بايدي اهي، وبتتفرد. ولا يعني ممكن اهي استخدمتها، ولو كملتي بايدك هتتفردت معايا عادي. يعني على الرخام انا عاملاها على مفرش سيليكون، لو على الرخام عادي، على طبلية عندك عادي، مفيش اي مشكلة. بتساوي كده العجينة بايدك تخليها كلها سمك واحد. هننزل بقى عليها حبايبي بالتمر اللي احنا عاملينه اهو. ولو في حتت فاضية عادي بتكمليها اهو، او عايزة تقصي يعني تقطعي العجينة وتكمليه عادي، مفيش اي مشكلة. وسمك العجينة رفيع قوي برضو معايا عشان هيتلف اهو زي ما انتوا شايفينه. هلف بس كده لفتين كده اهو، وهقطع وهقفلها كويس كده، وهلفها لف كده برومها كده معايا. لو حسيت ان هي تخينه شويه ايوه اهي. وهقطع الجوانب، وهقطع بالقطع اللي انا عايزاها بالسكينه. ولو عندك حاجه اللي هي بتبقى لها حرف كده بشكل عادي تستخدميه. عندي سمسم وعندي عسل، معلقه عسل اسمر مع حبه ميه، وهعوص في العسل وبعد كده انزل في السمسم. او تحطي حبه ميه ببساط كده مع السمسم، في منه فيه كده، وتعوصي فيه على طول. او تجيبي لبن وتعوصي في السمسم، يعني كذا حل متاح قدامك. وفي ناس بتعوص من غير ميه ولا اي حاجه في السمسم على طول برضه. شايفينه عامل ازاي ما شاء الله. ولون العجوه دي اصفر كده، لونها فاتح وجميل وطعمها جميل جدا. اهو بظبط العجينه بالراحه كده اهو، هلفها وهقفل كده الجناب بالراحه، هبرمها برمتين كده، وهساوي الجناب. وهقطع برضو ايه الحجم اللي انت عايزاه. في ناس بتحبها كبيره، في ناس صغيره، زي ما انتم شايفين اهو. سهله جدا. هعوز بقى اهو في السمسم. ممكن على فكرة مش تحطيش سمسم في العجينة، بس انا يعني بقول هي حاجة فايدة للاطفال. فانت عادي ممكن تستغني عن معلقتين السمسم اللي في العجين، واحنا كده كده بنحط اهو في الاخر برضو براحتك يعني. بس انا بعشق السمسم الصراحة. هنكمل بقى الكمية كلها معانا اهو، شايفين ما شاء الله. هنعمل بقى بقية الكمية معانا اهو، وتغطيها اهم حاجة بكيس عشان ما تنشفش معاكي. اهو هتفرديها برضو بايدك اهو. كنت كمليها بايدك للاخر لو ما عندكيش الشيب الصغيرة دي. وبايدك كده برضو تشوفي الحتة التخينة عن حتة، تظبطي كده السمك كل واحد. يعني العجينة ما شاء الله جميلة قوي، تفرد معايا بكل سهولة اهي. شايفين السمك بتاعها. هنزل برضو بالعجوة اللي انا عاملاها. هكمل بقى. وممكن هي المفروض انا كنت عملت عجوة اكتر، مفيش مشكلة يعني عادي. لو حاجة عملت معاكي تصلحيها مفيش مشكلة اهو. هلف برضو نفس الموضوع. هلفها كده برومها على بعضها اهي. سهلة جدا. تفرديها لو حسيتي يعني ان هي اصفرت شوية زي ما انا عملت كده. وهتقطعي شكلها حلو قوي. بتظبطي الحتة كده معاكي اهي. ودي انا قطعتها اكبر من التانية شوية اهي. ظبطت. والعجين التاني هاخده برضو وهعمل نفس الموضوع
اهي تظبطيها كده وتسوي الحروف وتقطعي. ما شاء الله. واهي برضو كملت، فضلت اكمل العجين معايا. اهم حاجه تظبطي كده وتساوي. اهو هم عملوا في الصينيه الكبيره دي، عملوا 3 صواني معايا بحجم الصينيه الكبيره دي، 3 صواني بالظبط. هنا بقى ارتفعت معايا، هدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة او هادية، ولما تاخد لون من تحت هتقعد حوالي نص ساعة ولا على الشواية من فوق. شايفين اهي ما شاء الله. اهم حاجة تظبطي الفرن، يعني تهوتي يعني هادي من تحت، ولما تاخد لون من تحت تيجي مولعة من فوق. خدت معايا نص ساعة بالظبط، وحسب الفرن بتاعك برضو. شايفين عاملة ازاي طيبة من جوه، وطعمها لذيذ جدا، احلى بكتير بجد ان تشتريها من بره. اهي مظبوطة في اللون بتاعها اهي، طيبة وهشة من جوه. يعني انت لو جبتي الكمية، انا كنت هنا سويت صينيتين وفي صينية في الفرن، يعني بس عشان خاطر التصوير واخلص وكده رصيت بس صينيتين. عشان تجيب الكمية دي من بره طبعا هتجيبها مبلغ كبير، غير ان انت مكلفة خالص، وحاجة انت عاملاها بايدك ومفيدة لاطفالك. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا ريت بقى ما ننساش اللايك، هتوحشوني قوي. اشوفكم في فيديو جديد. جربوها وقولي رايكم في التعليقات. مع السلامة.